في ناس تفتكر انهم فوق الناس، فوق القانون، واوقات بيفتكروا نفسهم حتى فوق ربنا والعياذ بالله. بس الظالم له نهاية، والحق بيرجع ولو بعد حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معايا قصة تحكي عن ظالم كان فاكر نفسه الأقوى، لكن رجع في يوم يتمنى لو الزمن يرجع. والحكاية النهاردة بتقول: في بلد من البلاد الريف كان في راجل غني جدا اسمه منصور، وكان عنده أراضي كتير وخدم ونفوذ. منصور كان بيظلم الفقراء، ياخد أراضيهم بالغصب ويهددهم ولو فتحوا بقهم بالقتل والبلطجة والعنف بكل أشكاله. كان في راجل بسيط اسمه محمد، عنده قطعة أرض كده صغيرة، يعني بيسترزق منها، بيزرع منها رزقه وبيربي منها ولاده. منصور طمع في حتة الأرض دي وقال له: يا تبيع للأرض يا خلي الحكومة تاخدك وتحبسك. طبعا محمد قال له: حرام عليك، دي أكل عيشي. منصور ما سمعش الكلام، وفعلا بالألاعيب والأوراق المزورة خلى الأرض تتسحب من محمد. والراجل المسكين وقف في نص الأرض رافع ايديه للسما وقال: يا رب، أنا غلبان وانت القوي، ماليش غيرك، يا عدل السماوات، هاتلي حقي وحق ولادي. انا ما ظلمتش حد، وده خد اكل عيشي انا وولادي، حقي يا رب. عدت شهور والدنيا لفت. منصور جاله مرض خطير، وكل الفلوس اللي جمعها من ظلم الناس صرفها على علاجه، لكن مفيش فايدة. خسر صحته وخسر 2 من ولاده، واحد مات في حادثة والتاني جاله مرض صعب ومات. وبعد كده ما هو منصور ده بعد ما خسر ماله وصحته وولاده هو كمان مات. وطبعا حتى ملقاش اللي يترحم عليه. وأما محمد ربنا عوض عليه بأرض تانية وجاله خير كتير من حيث لا يحتسب. والناس البلد كلها كانوا بيقولوا: سبحانك يا رب، ده جزاء الظالم مهما طال الزمن. وفي النهاية الظالم له جناحين، أو الظلم له جناحين يطير بيهم شوية بس يدفع التمن في الآخر. وربك مش بينسى دعوة المظلوم حتى لو قالها في سكون الليل. كانت معاكم جدة ملك، وحكاية النهاردة كانت وجع وعبرة. لكن لو عجبتكم قولولي في رأيكم في التعليقات، ولو عايزين حكايات جديدة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. وعايزة كلمة حلوة منكم في الكومنتات، واستنوني في قصة جديدة يمكن تكون عنك أو عن حد من اللي حواليك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.